معي نص ساعة بدي أكون بالمطار وبعدني لهلا ماني ضابة شنطتي، لازم أكون بالمطار على الساعة 4 الصبح، يلا نضب الشنطة سوا ونتحضر ونمشي. ماني عارفة إذا برد هونيك أو لا، لازم آخد جاكيت مونتو أو كم طويل بس بيمشي الحال، فماني عارفة كيف الطقس، بس أهم شي عم فكر فيه آخد تياب تكون مريحة تريحني بالمشي لأنه عندي كتير مشي. أول شغلة حآخد هيدا الأوفرول، رح آخد هيدا الدريس هيك بيجي من ورا، رح اخد هيدا الكولون تحت الدريس، ورح اخد هيدا الاوفرول، اخد هيدا الاوفرول، حاخد هيدي الجاكيت الجينز، وحاخد هيدي الشوميز الشتوية بتلبق على كل شي تقريبا، فيها تنلبس كجاكيت وفيها تنلبس كشوميز. كريماتي والسكين كير، ميك اباتي، جرات تبع التليفونات، بس ان شاء الله ما كنت اخرت اكيد. وقبل كل شيء اول ما وصلت على المطار فتت على الكنيسه تبعت المطار، صليت قبل ما نطير. وللصراحه كتير تاخرنا وكانت الطياره فتحت الجيت وبلشنا نركض لحتى نوصل. هون كانت الطياره قلعت وصرنا صراحه ما اخذت شي الرحله، تقريبا شي ساعه ونص مش اكثر. كان اجى الاكل، هيدا هو البلا، وصراحه ما قدرت اكلت منهم شي لاني دايت. حضرت موفي طول الرحله، فيلم مصري لتامر حسني اسمه تاج، وصراحه منه حلو ابدا، يعني كتير خيالي، إذا عم يحضروا ولاد صغار يمكن بينبسطوا فيه. وصلنا وغطت الطيارة بخير وسلامة، الحمد لله على سلامتنا. وهنا عم صبر لكم بقلب المطار. الحمد لله إنه كان الطقس كتير حلو، ما في شتاء ولا في برد، يعني بينحمل هيك كنت طويل خفيف من دون جاكيت، الأمور طيبة. رحنا على الأوتيل، حطينا أغراضنا، من بعدها رحنا تغدينا. طلبت هيدي السلاد بتجي خضرة ومع ستيك فوقها، لأنه مثل ما بتعرفوا إنه أنا أون دايت وما بقدر آكل أي شيء. من بعدها رحنا على سوق الجملة، تقريبا برمت شي 3 ساعات، وهلأ صار وقت البريك. رحت على الأوتيل ارتحت شوي، فتحت لايف، بعدين رحت على المول عملت شوي شوبينج، اشتريت قصص كتير مهضومة. تعالوا افرجيكم شو استحليت قصص من اسطنبول. جبت هيدا الساك، حسيته كتير مهضوم وانا ما عندي ساك هافان، بس حسيت هلا شتويه وهيك خريف بيطلع كتير حلو، بينمسك هيك ومع السنتير تبعه بنفس الوقت بيتبقر بينحمل هيك. البورتمونيه بتجي لونين، منت من برا وبينك من جوا، وهيك حسيتها زغطوره ومهضومه بتساوي كل ساكيت، لانه انا ساكيت صغار ما بحب الساك الكبار. مهضوم. استحليت هيدا النوت بوك كرمال يصير اكتب لكم افكاري، وهيدا النوت بوك كمان. جبت هيدا البيجاما، هيدا التوب مع هيدا الشورت، وهيدا النوت بوك الزغطور قديه كيوت. هيدي الفرشاية الكيوت هيك كيف تجي من هون، هي ما بتقطش الشعر، لاحظتوا كيف تجي. هون استحليت شوية قصص هيك بيمشوا مع الدايت. هيدا لوز مغطس بدارك تشوكلت، دارك تشوكلت. هيدا ما بعرف شو الفرق بين هيدا وهيدا، بس انه انتم بتجربون. وهيدا دارك تشوكلت هيك حتى ما مزعبل كتير. جود مورنينج جايز، هلا حنبلش نهارنا بالبريكفاست. وعينا مأخرين، نحن اخر عالم جايين على البريكفاست، ما في غيرنا هون. هيدا البريكفاست، وعينا مأخرين، اخر عالم نحن طلعنا تقريبا. بعد الترويقة رحت على سوق الجملة، برمت تقريبا 3 ساعات. لما خلصت شغل رحنا على المول حتى نتغدى. أنا صراحة المكان المفضل عندي للغدا هو جرين سالاد، يعني أكتر شي بيعمل أكل هيلثي، أو إذا بدكن بلاقي عنده أكل مناسب للدايت تبعي.
أنا كنت طلبت الأكل وناطرة لحتى يوصل، ووصلت السلاد. طلبت سلاد بجماعة صفاين مشوية وبتجي من دون ولا صوص، أنا في زلة البدية حطيت لها زيت زيتون وملح. وهون مامي كانت طالبة تشيكن مع فرايز وخابصتها. عشية رحنا على تاكسيم سكوير، عملنا شوبينج ورحنا على غلطة تاور، أزدرنا. ليكو قد كان عجقة، الطقس كان كتير حلو الحمد لله. مرة تانية انه ما كان في شتاء، واكيد ما بيخلى الامر من انه اخد كم صورة وكم فيديو طلعوا كتير حلوين. تاني يوم لإلي باسطنبول، تعالوا فرجيكم شو جبت من جراتس. شعرات كتير عم بيهروا هيدي الفترة، ما بعرف اذا على الدايت او الطقس او شو، بس عم بيهروا بشكل مش طبيعي. سألت تشات جي بي تي ونصحتني اجيب شوية فيتامينات. جبت رواكا 2 من هيدا، جبت 3 ل3 اشهر. مغنيسيوم جبت هيدا ل3 اشهر. بدوز جبت هيدا ل3 اشهر. زنك جبت ل3 اشهر. الماسك الكوري كتير انبسطت انه لقيته بعد ما جربته ولا مرة. جبت هيدا الكحل الابيض براند تركيا، مجربته قبل بمرة، بعقد كتير بعلم. وجبت هولة الزيق للاي لاشز، هيدا معجون اسنان مش سامعة فيه بحياتي، بس كانوا عاملين عليه اوفر بس بشي 100 ليرة، سو كمان جبته قلت بجربه. فاتورتي 2900 وشي. حبيت صور لكم هيدي الساعة شو كيوت عم مهضوم. هون كنا صرنا اليوم الثالث باسطنبول، هو يوم جمعة كان. رحت على سوق الجملة الصبح ساعتين اخر برمة، من بعدها كزدرنا صار وقت الغداء حتى نتغدى. طلبت الاكل وكنت ناطرة حتى يجي. هيدا المكان بأكسراي، القعدة عنده الفيو كتير حلو، بيطلع على الشارع هيك بجهته كلها ازاز وكله اشجار حواليه وخريف، وكتير القعدة حلوة. طلبت تشيكن فاهيتا، وصلت هيك مع صوص وبحطه مع خضرة تحتها. عشية رجعت كملت برمتي بالمول وعملت شوبينج. ثالث يوم لإلي باسطنبول، وليكو شو استحليت من عند فلور مار. صراحة أنا مش ناقصني شيء، بس شفتهم عاملين 60%، سو قلت يلا بستفيد من هيدا الأوف. بكون عم سجلكم فويس أوفر لأنه قرر الفيديو يطلع بلا صوت. جبت هول الاثنين جلاس، هيدا الشيد كتير بحبه كتير حلو. جبت هيدا الأيلاينر بيجي معك، هيدا الآي شادو ألوانه كتير حلوين، وهيك بكون استفدت من الديسكاونت. تشاو. وهيدا اليوم الرابع، اليوم كله قررنا نكزدر وما في شغل. رحنا على سوق المسقوف. وهيدا السوق المصري. Здесь очень много золота. Давай смотри. أكيد أخذت كم صورة على البوسفور، وأكلنا كاستانا. كان الجو بعقد، وهون بالمطار. هيك خلصت رحلتنا ورجعنا على بلدنا بخير وسلامة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. تشاو.